شوف، من تسألني سيدنا من شنو أحذر، توصيني من شنو أحذر، أقول لك احذر من القلق. القلق يدمرك، ينهيك. القلق يخليك ترسم سيناريوهات في دماغك هي ما لها وجود، يصمم سيناريوهات راح تصير بالمستقبل هي بعدها ما صايرة، وتتفاعل معاها نفسيا. ولذلك من ترجع إلى علماء النفس يحذرون من القلق، يقولون القلق يؤدي أو يدفع الإنسان إلى التفكير بالانتحار، القلق يؤثر على أكل الإنسان وطعامه. إذا منتبه لنفسك من تقلق ما تشتهي الأكل أبداً، أو إذا منتبه لنفسك من تقلق تظل بس تاكل، يسموه اضطراب الشهية. هذا كله من آثار القلق. القلق يبعد النوم، ما يخليك تنام. أنا متأكد أكو أشخاص من عندكم من يرجع يخلي راسه على المخدة يحتاج ساعتين 3 4 5 إلا يقدر ينام بسبب القلق. والقلق مرض نفسي منتشر في مجتمعنا. أكو من القلق العاطفي، خاف أخطب البنية، خاف أهلها ما يعطوني إياها، هذا يؤدي إلى الجفاف العاطفي. الجفاف العاطفي يؤدي إلى اضطراب الشخصية الحاد، اضطراب الشخصية الحاد يؤدي إلى التفكير بالانتحار. أكو قلق مهني، خاف ما أبقى بالمنصب، خاف فلان راح يصعد يحكي علي يم المدير، خاف فلان دا يتآمر علي، خاف فلان دا يحكي علي. هذا القلق يؤدي إلى الاكتئاب أو يؤدي إلى الشراسة. انتبه لي ابني، دا أتكلم معاك بدقة. أكو أشخاص تباوعه ما كان هيش طبعه، كان إنسان وديع حباب محترم خلوق، فجأة صار شرس. سبب شنو؟ القلق. أحكي بعد بصراحة لو ما تريدون الصراحة؟ القلق يدمر العلاقة بين الأزواج والزوجات. الله، أنا قلق مرتي إذا تخونني تجيك هاي الصور الذهنية، شعدها طالعة فلان ساعة، شعدها لازمة الموبايل، المن خابرت ويا من حكت، اكو شيء، اكو كذا، شك. بسبب شنو؟ القلق. نصيحتي إلك ابني، احذر من القلق. راح تقول لي شنو علاج القلق؟ اكو دكاترة واطباء نفسيين مختصين في هذا الجانب، ما اقدر اتجاوز على تخصصهم. لكن هل الدين وضع علاج للقلق؟ نعم، الدين وضع علاج للقلق. الإمام الصادق عليه السلام من يدخل رجل يقول له: يا ابن رسول الله، قد قتلني الهم والغم. قال: اقصد إلى قبر جدي الحسين عليه السلام وادعو الله عنده، فإن قبر جدي الحسين من أحب الأمكنة إلى الله عز وجل. الله